ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده جاي لكم بفيديو سهل جدا وبسيط، فيديو كده على الماشي. الشكال البورسعيدي من الاكلات الحلوه جدا اللي احنا بنحبها هنا. هو طعمه حلو جدا ومقبول. ناس كتير هنا بتحبه عندنا. الوصفه اللي معانا النهارده، المكونات اللي معانا النهارده، هنجيب الشكال كده زي ما انتم شايفين، ده شكله اهو. هو طعمه قريب من الجمبري، بس انا بالنسبه لي طعمه احلى من الجمبري. بيبقى فيه مبطرخ وبيبقى فيه ملحم، دي ملحمه. هي طريقتها سهله جدا، بتتشوى وبتتسلق. المكونات اللي معانا، احنا دلوقتي غاسلينه وصفيته في المصفى، وهنحضر معانا كمون. اجيب بس الحله، هنحط اللي هنحط فيها، هنسلقه فيها يعني. زي ما قلت لكم هو مغسول اهو. زي ما انتم شايفين كده. بتغسليه وتصفيه عشان ينزل الرمل بتاعه. يبقى فيه رمل ناعم، لازم تغسليه قبل ما تسلقيه. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنجيب بقى بصلتين كده صغيرين ونقطعهم عليها زي ما انتوا شايفين كده. يا جماعة احنا بنسلقه من غير مية زي الجمبري، عشان انا شفت في ناس بتسلق الجمبري بتحط عليه مية. الجمبري يا جماعة لما بنسلقه او الشكال دي مش بيتحط عليها مية، بنغسلهم بس شطفة كده، ننزل الرمل الناعم منه بتاع البحر ونبهرهم زي ما انتوا شايفين كده. البصلة اهي بتقطعيها كده، وهنحط بقى البهارات بتاعتنا زي ما انتوا شايفين كده. ده الملح، هنحط ملح لحد ايه حسب الرغبة بتاعتك انتي، ونص معلقة فلفل زي ما انتوا شايفين كده، وهنحط نص معلقة كمون اهو. عايزة تزودي انت اي بهارات بتحبيها زودي، بس هي اصلا الوصفة كده، بتحطي بس الكمون والفلفل واي حاجة والملح. اي حاجة يا جماعة بنزود لها بهارات جامدة بتضيع الطعم خالص، خلي بالك على فكرة يعني. اي حاجة بتزودي لها البهارات مش بتستمتعي بطعمها. خلاص، انا هحطها بقى على النار وارجع لكم. هنعمل ايه مع بعض عقبال هي ما تستوى تتسلق؟ هنعمل الطحينة مع بعض. انا اخدت كمية الطحينة اللي انا محتاجاها دلوقتي، وهجيب شوية مية، مية دافية مية عادية من الحنفية زي ما تحبي، بالاتنين تمشي. انا حطيت هنا ملح خلاص كده، وهحط بابريكا نص معلقة، وهحط شوية شطة مش كتير عشان هما مش بيحبوا الشطة كتير طبعا. حتى شايفين انا بقللها بقدر الامكان. واحط كمون اهو نص معلقة صغيرة، واحط توم برضو مفروم. دي شوية فلفل اللي انا بحطهم دلوقتي حطيتهم اهو. احط بقى التوم المفروم في البرطمان اللي قدامكم ده، ايوه انا بفرزه. مش كتير. الاكلة دي بتعمليها غدا بتعمليها عشاء زي ما تحبي، بتمشي في الحالتين. في يوم ما يكونش عندك مش قادرة تطبخي، مش ملكيش مزاج تطبخي، بتعمليها. هنحط كده في حدود معلقتين خل، معلقة خل كبيرة اهو. وهنحط بقى المية، هتزودي شوية بشوية زي ما قلت لك. المية فترة، المية عادية من الحنفية عادي، وهتفضلي تقلبي فيها لغاية ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. وزي ما قلت لكم الاكلة دي بتعمليها غدا عشاء زي ما انت زي ما تحبي.
انا هنا عاملاها في العشاء، كنت عاملاها في العشاء. خلاص، تفضلي تقلبي كده لغايه ما توصلي للقوام اللي انت عايزاه. الطريقه دي حلوه قوي للطحينه، لسلطه الطحينه يا جماعه. زي ما انتوا شايفين كده، انا بزود اهو الميه شويه بشويه واقلب. تفضلي تزودي وتقلبي لغايه ما توصلي للقوام اللي انت عايزاها، تقيله خفيفه. هنا بقى جبت عصره ليمونه اهي، ليمونه وهعصرها. زي ما انتوا شايفين كده. بس كده، ونقلب المكونات مع بعض كلها. شايفين السمك بتاع الطحينة حلو ازاي؟ انا هزودها هنا شوية مية، لقيتها سمكها تقيل فزودت شوية مية. كده خلاص انا وصلت للسمك اللي انا عايزاه. بس كده هسيبها على جنب بقى، ونشوف الشيكال معانا. اه، الشيكال خلص معايا اهو بعد ما اتسلق. بيبقى جميل جدا يا جماعة اهون شكله بعد ما اتسلق. وزي ما قلت لكم، فيه بيبقى ملحم اللي هو بيبقى فيه لحم، وفيه اللي هو بيبقى المبطرخ ده جميل جدا برضو. والطحينة والعيش. وصفة سهلة جدا وبسيطة، ما فيهاش اي حاجة. يا ريت لو عجبتك الوصفة لايك وشير وسبسكرايب، ودعميني في القناة يا جماعة بلايك. انا كنت